القراقيش السادة بتاعت الأفران تطلع معاكي مورقة وقلبها مفرغ زي المحلات بالظبط. لو نفسك تعملي القراقيش السادة أو المنين بتاعت الأفران في البيت وتطلع معاكي مظبوطة وطعمها تحفة، الوصفة دي سهلة جدا ومجربة وتطلع معاكي قراقيش خفيفة وقلبها مفرغ زي اللي بنجيبها من الفرن. يلا بينا نشوف المقادير والطريقة. مقادير: 1 كيلو دقيق، 250 جرام زبدة، 250 جرام سمنة، 70 جرام سكر، 10 جرام خميرة فورية، 250 جرام مية تقريبا، سمسم اختياري. الطريقة: في العجان أو بإيدك نحط الدقيق ونضيف عليه الزبدة والسمنة والسكر والخميرة. نبدأ ننزل بالمية ونعجن لحد ما العجينة تتلم معانا وتبقى ناعمة ومتماسكة. لو حسيتي إن العجينة محتاجة مية زيادة زودي شوية صغيرين بس بالتدريج. نلم العجينة ونسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق. بعد ما ترتاح نبدأ نقطع العجين ونلفه فتايل طويلة. لو بتحبي السمسم نغمس الفتيل في السمسم وبعدين نطوله بإيدينا على الرخامة شوية. نضغط عليه بإيدينا علشان ياخد شكل القراقيش. نعدي عليه بالنشابة علشان يتساوى ويبقى السمك واحد. نقطع بالعجلة بالحجم اللي تحبيه ونرصه في الصاج. نسيبه يخمر ربع ساعة لتلت ساعة لحد ما الخميرة تشتغل فيه كويس. يدخل فرن 160 درجة حوالي 25 ل 30 دقيقة على حسب الفرن لحد ما ياخد لون ذهبي جميل. وبالهنا والشفا. هتطلع معاكي هرقيش خفيفة ومورقة وقلبها مفرغ زي الأفران بالظبط. سر المهنة: ما تكترش المية في العجين علشان القراقيش تفضل مورقة ومقرمشة بعد الخبز. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد. ما تنساش تصلي على الحبيب.